نظرة الإنسان للسماء والنجوم اللي فيها اختلفت مع اختلاف الوقت. فيهم اللي كان شايف إنها أرواح الناس اللي عاشت قبله، ومنهم اللي في وقت من الأوقات رسم الخريطة بتاعته على النجوم اللي موجودة في السماء، وكانت هي الوسيلة الأساسية والوحيدة اللي بتنور له طريقه وبتعرفه اتجاهاته. وفي منهم اللي قدر إنه يعرف تاريخ الكون نفسه من نظرته ودراسته للنجوم دي. بس بغض النظر عن اختلاف نظرة الإنسان للمعنى اللي موجود في السماء على مر العصور، إلا إن كان في عامل واحد أساسي بيجمعهم كلهم، وهو إن السماء والنجوم اللي فيها كانت ولا زالت مصدر معلومات ملهاش نهاية. وكتير من الأوقات السماء اللي احنا بنشوفها هنا على الأرض بيكون فيها حاجات غريبة ومميزة عن أي حاجة تانية، والنجوم كانت واحدة من الحاجات المميزة جدا. ده كمان في نجوم تميزت بنفسها عن باقي النجوم التانية في السماء، لدرجة إن في شعوب كانت بتمجدها كأنها آلهة بالظبط. فخليك معايا الكام دقيقة اللي جايين دول، لأن قصة النجم اللي هتكلم عنه في الفيديو ده هي قصة نجم مميز فعلا. معاكم عبد الرحمن، وفي الفيديو ده هكلمك عن نجم الشعرى اليمنية. نجم الشعرى أو اللي بيتقال عليه الدوغ ستار أو سيريوس، واللي معناه الألمع، واللي طبعا اتسمى بالاسم ده لأنه أكتر النجوم بريق ولمعان في السماء، واللي طبعا ممكن يتشاف بالعين المجردة. الغريب في نجم الشعرى إنه باينري سيستم ستار، وده معناه إننا مش بنتكلم عن نجم واحد، إحنا هنا بنتكلم عن نظام نجمي مزدوج ومكون من نجمين. الأول اسم الشعرى اليمنية أو سيريوس A، والتاني اسم الشعرى الشامية أو سيريوس B، واللي بيدوروا حوالين بعض وفي نفس الوقت بيدوروا حوالين مركز ثقل بينهم، وبيكملوا دورة واحدة كل 50 سنة تقريبا. النظام النجمي المزدوج أو نجم الشعرى اتولد وابتدت حياته من حوالي 240 مليون سنة بس، وبالتالي يعتبر نجم شاب بالنسبة لعمر النجوم في الكون بتاعنا. في البداية سيريوس B كان هو النجم الأكبر في النظام ده، وكان حجمه تقريبا مقارب لحجم شمسنا، وكان سيريوس A هو الأصغر. ومع مرور الزمن كان سيريوس B بيستهلك كمية الهيدروجين اللي موجودة فيه زيه زي أي نجم تاني في الكون، واللي وصل بعد كده لمرحلة اسمها الريد جاينت، وهي المرحلة اللي سبقت موته على طول. وفي النهاية وبعد استهلاكه للهيدروجين اللي جواه بالكامل، هوى وانهار على نفسه في صورة مستعر أعظم، وتحول إلى قزم أبيض عالي الكثافة بحجم يقارب حجم كوكب الأرض، ولكن بكتلة طبعا عالية جدا. والحكاية دي مذكورة في القرآن الكريم في بداية سورة النجم. لكن دلوقتي الشعرى اليمنية أو سيريوس A هو النجم الأكبر في النظام ده، وحجمه تقريبا 3 أضعاف حجم شمسنا، وده اللي بيفسر شدة لمعانه على الرغم من إن بيبعد عن الأرض حوالي 8 سنين ضوئية مقارنة بالشمس اللي نورها بيوصل لنا خلال 8 دقايق بس. سيريوس A أو نجم الشعرى اليمنية هو أول وأكبر نجم في كوكبة الكلب الأكبر، وساعات بيسموه ألفا كينس ماجوريس. ارتبطت الحضارات القديمة والبشر من البداية بنجم الشعرى اليمنية بالتحديد ارتباط وصل في بعض الأوقات لحد التقديس والعبادة، وبنشوف ده واضح جدا في معتقداتهم والكتابات اللي سابوها على جدران الأبنية الميجاليتية الضخمة والمعابد. المعابد اللي أوقات كتير كانوا بيبنوها بطريقة معينة بحيث إن واجهة المعبد تبقى مقابلة للمكان اللي بيظهر أو بيطلع منه نجم الشعرى اليمنية. على سبيل المثال معبد جبال النور أو الجورونج بادانج في إندونيسيا، واللي كان موجود من حوالي 21 ألف سنة. وفي جزيرة مالطا مثلا في 3 معابد من المعابد القديمة جدا، زي معبد جيجانتيا واللي اتبنى من 5600 سنة، وعندنا معبد منايجرا ومعبد هيجار كيم الشمالي، وعندنا معابد تانية زي جوباكلي تيبي وكاراهان تيبي اللي موجودين في تركيا، واللي هي عبارة عن صروح ميجاليتية ضخمة متجهة مباشرة ناحية نجم الشعرى اليمنية. من الحاجات اللي التاريخ المصري أكدها لنا هي مدى قدسية نجم الشعرى أو صبدت عند المصريين القدماء لما كان ظهوره بيعني علامة لبداية السنة الجديدة وبداية موسم فيضان النيل، وبالتالي بداية دورة حياة جديدة على الأرض. لاحظ قدماء المصريين بأن بداية فيضان النيل في منتصف فصل الصيف مرتبطة بشروق الشمس من اتجاه الشعرى اليمنية أو صبدت، واللي كانوا بيسموه فلكيا بظاهرة الاحتراق الشروقي لنجم الشعرى، واللي تم تمثيلها على هيئة بقرة وبين قرنيها نجمة ضمن مناظر سقف معبد دندرة في مصر. والارتباط ظهور نجم الشعرى بفيضان النيل قدماء المصريين سموه أحيانا بنجم آيزس. المصري القديم اعتقد أن فيضان النيل بيجي نتيجة بكاء آيزس على زوجها أوزايرس لما هزلت عليه بعد ما قتله على إيد أخوه ست، حسب الأسطورة المصرية القديمة المعروفة طبعا.
ومن الحاجات اللي التاريخ اتكلم عنها كمان هي إن نجم الشعرى كان يعتبر قرين للملكات في مصر القديمة في السماء. عشان كده بنلاقي فتحات التهوية في الهرم الأكبر الممتدة من حجرة الملكة إلى اتجاه الجنوب ما هي إلا فتحة عشان تطل منها الملكة في مرقدها الأخير على قرينها في السماء واللي هو سيريوس. احنا زي ما اتكلمنا وقلنا ان نجم الشعرى يعتبر نظام نجمي مزدوج مكون من سيريوس A وسيريوس B او الشعرى اليمنية والشعرى الشامية. الشعرى الشامية اتسمى بالاسم ده لانه كان بيتصل مع الشعرى اليمنية بوصلة سماوية ساطعة من ناحية بلاد الشام في فصل الشتاء، وبالتالي بداية رحلة التجارة الشتوية المتجهة للشام. اما الشعرى اليمنية فتسمى بالاسم ده لانه ظهوره في بداية الاضطناب الصيفي كان بيبقى في الجنوب من ناحية بلاد اليمن، وبالتالي كان دليل قبائل التجارة العربية وبداية رحلة الصيف المتجهة إلى اليمن، واللي ربنا ذكرها في القرآن الكريم برحلتي الشتاء والصيف، وأمرهم سبحانه بعبادته وحده وترك عبادة النجوم والأصنام التانية. ومن هنا نعرف إنه كان ليه أهمية تصل إلى تقديسه عند قبائل شبه الجزيرة العربية زمان. بل وفي دراسات تاريخية بتقول إن أول من بدأ بتقديس وعبادة نجم الشعرى كان أحد أجداد النبي محمد عليه الصلاة والسلام من جهة أمه، واسمه أبو كبشة أو وجز بن غالب، واتبعوا بعد كده بعض قبائل العرب. لو فاكر إن تقديس نجم الشعرى انتهى من زمان، فحابب أقولك إن نجم الشعرى لازال مقدس عند قبيلة إفريقية اسمها الدجون في مالي، ومقدس عند منظمة تسمى الثيوصوفية. ورؤساء المنظمة دي واللي هم هيلينا بلافاتسكي وأليس بيلي بيعتقدوا إن نجم الشعرى يعتبر مصدر للقوة المقصورة على فئة معينة من الناس. بل وصرحت هيلينا بلافاتسكي إن نجم الشعرى ليه تأثير سحري ومباشر على الحياة السماوية بأكملها، وهو مرتبط بجميع ديانات العصور القديمة. أما أليس بيلي فبتسمي نجم الشعرى بالمحفل الأبيض العظيم، وبتؤمن إنه دار السلم الهرمي الروحاني. وعلى عكس هيلينا فأليس بتعتبر إن النجم الشعرى تأثير على البشرية كلها. أما في سلسلة الأفلام الشهيرة هاري بوتر فإحنا هنلاقي إن النجم الشعرى نصيب الأسد في السلسلة دي. فإحنا عندنا في السلسلة العراب المشهور جدا واللي اسمه سيريوس بلاك، واللي واضح في اسمه إنه بيعود لسيريوس بي، وكان دور العراب هو إنه المعلم والموجه لهاري بوتر، الشخصية الأساسية في الفيلم طبعا، واللي من قدراته إنه بيقدر إنه يتحول لكلب أسود، واللي بيرمز إلى مجموعة نجوم كوكبة الكلب الأعظم أو الكينس ميجر، واللي نجم الشعرى هو ألمع وأكبر نجم فيهم. وفي النهاية السؤال اللي أنا بحب أوجهه لك، هل ممكن في وقت من الأوقات في المستقبل يحصل لسيريوس A نفس اللي حصل لسيريوس B وينهار على نفسه ويبقى قزم أبيض، ولا هل من الممكن إنه يتحول لثقب أسود؟ مهتم أعرف رأيك تحت في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك، ولو حابب إني أتكلم عن موضوع معين في الفيديوهات اللي جاية سيبهولي تحت في الكومنتات.